أهلا ومرحبا بكم. من المقرر أن تفصل غرفة الاتهام بمجلس قضاء العاصمة اليوم الأحد في أمر قاضي التحقيق لدى محكمة حسين داي الذي أمر بوضع ملكة جمال شمال إفريقيا في نسختها السابقة المسماة وحيدة قروج تحت الرقابة القضائية في قضية المتاجرة بالمخدرات ضمن جماعة إجرامية منظمة. كما تأتي الجلسة المبرمجة أمام ذات الهيئة القضائية بعدما استأنف وكيل الجمهورية لدى محكمة حسين داي في الأمر الذي أصدره قاضي التحقيق الغرفة الأولى لذات المحكمة، وبعد استئناف دفاع المتهمة في نفس القرار. وتتابع ملكة شمال إفريقيا المتهمة وحيدة قروج ومتهمين اثنين آخرين في قضية ذات وقائع جنائية تتعلق بجناية تخزين وبيع المخدرات في إطار جماعة إجرامية منظمة. المادة 17 الفقرة الأخيرة من قانون الوقاية